المساحه الموجوده دي. هي مساحه قد ايه يا استاذ بندال؟ مساحه كبيره، انا مش عارف استاذ جمعه داخل المدرسه. داخل المدرستين يبقى ممكن نعمل لك ملحق. بالظبط، مفيش مشكله. بس مساحتها قد ايه؟ النهارده على نص فدانكم ودي مش هقدر اجيب. استاذ بندال، المساحه الموجوده مش بتاع المدارس. هقول لحضرتك المساحه الموجوده انت سور المدرسه بيحكمك، مالكش حاجه بره سور المدرسه يا استاذ، بس عاوزين يعني مش عاوزين نضيع الوقت في الكلام. الجزء الموجود ما بين المدرستين والمبنى القديم ده ينفع مدرسه، ده يتخصص عن طريق ايه؟ عن طريق الشباب بس، مفيش. ايه الطريقه اللي نقدر نخصصها من المركز من الشباب؟ الطلب اللي بنكتبه بناء على الجمعيه العموميه. اتفضل. قول لنا الطلب ونمشي. ولا حضرتك لازم استثناء من وزير الشباب عن قطعه الارض. طيب. ده رقم واحد. بنكتب طلب للوزير ولا حضرتك اللي بتمشي فيه؟ لا، نقدمه باسم الاهالي. لا، بس انا بتكلم ان في حاجه اسرع تقدر تنجزنا. ايه هي؟ ان المكان الفاضي داخل المدرسه نقدر نطلع بيه ملحق وليكن على 12 فصل مثلا، يبقى حلينا جزء من المشكله. ده بالنسبه للمدرسه، ونمشي في سكه وزير الشباب في الاستغناء عن الارض. تمام حضرتك. وعشان كده كمان ان المدارس كلها فاتحه على المنطقه دي يا استاذ جمعه بعد اذنك. بعد اذن حضرتك ثانيه واحده يا استاذ جمعه. لا ثانيه واحده. احنا لما جينا نعمل المدرسه اللي جوه دي اللي كنت حضرتك موجود فيها، عملنا ايه؟ عملنا مش عارف ايه والكلام ده كله بالطريقه دي، يعني بالطريقه اللي هي. استاذ بندال، اتفضل. طلب مجمع من الاهالي وتوقعوا عليه بان في جزء داخل المدرسه يسع لعمل ملحق لخدمه الطلاب. داخل المدرسه يا ست النائب. خارج المدرسه؟ لا، انتوا بتقولوا لي في جزء داخل المدرسه. لا، خارج المدرسه. خارج المدرسه. خارج المدرسه يتبع مين؟ لو يتبع الشباب والرياضه يبقى مش هتقدر تبني طوبه غير لما الشباب وزاره الشباب توافق. يعني في النهايه هو المبنى الاداري مع الحته اللي قدامه وخلاص. كلمني برضه عشان يبقى الكلام واضح. كلمني الاستاذ احمد صالح وكيل وزاره الشباب والرياضه، قال لي احنا مش هنسيب ارض. اتبنى فيها مبنى لما جينا مش هنسيب بس هنحاول فيها مع الوزير. انما لو في جزء فاضي داخل مدرسه نعمل لكم ملحق ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي ده يبتدي الشغل فيه. طب هل استقطاع جزء من الشباب من مركز الشباب؟ انا بقول لك لازم موافقه وزير الشباب على الاستثناء. انا عارف، هل ده بيخضع ان الاستاذ احمد صالح هو اللي وافق ولا احنا نفسنا؟ السيد وزير الشباب. طيب بناء عن ايه؟ يعني ان احنا بناء على طلب من الاهالي واعضاء مجلس الاداره يمضوا في الطلب مش مشكله. بتوع الجمعيه العموميه للنادي يعني يكتبوا ان هم مش معترضين على الموضوع ده. بالظبط، مفيش مشكله. تسند معانا. وتوقعات اهالي كتيره ونروح بيه نشوف الوزير هيعمل. الكلمه الثانيه بالنسبه لطريق ام دينار، عربيات الكاسح هتيجي ترمي عندنا وهيحصل طمه بكره ولا بعده. الطريق نص وقع من عند الصرف الصحي، والصبح ممكن تفاجئ تلاقي نفسك بتركب وتروح كفر حجازي. عربيات صرف عربيات صرف غير مرخصه منين؟ من البلد؟ من المناش. البلاد كلها تصب عندنا. نص الطريق اتهدل كده، الصبح ممكن تلاقي النص الثاني طالع. كلم السيد المحافظ ان شاء الله ينبه على رئيس المدينه ان يطلع قرار ان مفيش اي عربيه ترمي صرف في يا باشا ده كانوا بيرموا بعيد، ده جو كسروا التدبيش اللي هو السور اللي معمول على الترع، كسروه بقى يرموا جوه الترع. مش عامل كده يا باشا. لما الطريق اتهدل لما بيرموا في الترع اللي بتروي الارض، هو هنا لما يكون بيرمي في المصرف والطريق يقع ما فيش ضرر الا الطريق، انما لما بيرمي في الترعه اللي بتروي الارض الفلاحين بيسقوا الارض وهم طبعا ده راجل فلاح مرض، خلي بالك بيجي له جميع الامراض، مع ان المصرف بتاع الروا هو جايب من السويس لغايه هنا يروح يرمي فيه. من الاهالي ونرفعها للسيد المحافظ. اخر طلب بعد اذن حضرتك بالنسبه للمستشفى المركزي المنازل اشتغلت. استاذ الاخ يرمي في المصرف بتاع الرهاوي هو بياخدها ب 50 جنيه وعدم وجود ثلاث عربيات الوحده فين؟ مفيش عربيات وحده. هيجي يقول لك النقله ب 150 جنيه، ياخد لك برميلين ب 150 جنيه، يبقى الفلاح هيلاقي بتتكلم عن عم شعبان يا عم الحاج شعبان، بتتكلم عن الفرد. السؤال بالنسبه لمستشفى المناشي، حضرتك شغاله مركزي بيه، والمستشفى دي بتخدم حوالي 25 بلد. انا كمطلب ما بطلبش ان الوحده بتاعتي تتغير او مش عشان انا شغال في الصحه، ولكن هدفي ايه؟ الفقير، الراجل الغلبان اللي مراته بتولد الصبح
يروح مثلا ثواني حضانه واحد، النهارده ثواني يا يروح دكتور. يدفع له 2000 جنيه او 3000 جنيه. بعد اذن الاخوه ثانيه واحده، ماشي اتفضل. يدفع له 3000 جنيه و4000 جنيه، هو معهوش 1000 جنيه ولا 50 جنيه، هو ما صدق اللي ولد مراته. تكمل؟ طب يحجز بره يا عيني حضانه خاصه. تكمل أنا ولا حضرتك النهاردة تريح تعبان؟ بدل ما- لا انا عادي رايق. اقعد هنا. ربنا لو نعم يبدا تخصصات اطفال تمام ونساء واولاد تمام شغاله وجراحه وتخدير دي ما كانتش موجوده في منشاه الأطفال. والله يا باشا. رقم 2 في خلال شهر 6 اللي جاي هيشتغلوا في العنايه وهيجيب لك حضانات وحده غسيل كده. ان شاء الله السنه دي يبقى عندك الثلاث تخصصات وانا اللي مسؤول عن الكلام ده. حضانات، وحده رعايه مركزه، وحده غسيل كده. 2016 دي هتبقى في منشاه القناه بامر الله. دكتور خصص قطعة الأرض اللي حضرتك بتقول عليها النص فدان ديت الدوله مش هتشتري لك ارض. مش هتشتري يا فندم. مساحتها قد ايه؟ مساحتها كبيرة جدا، مساحتها كبيرة جدا قد ايه؟ أكتر من 2 حد فدان. وضع يده عليها؟ الاصلاح في زمام ذات الكون كله تاخد من ذات الكون بتعمل اي ارض وضع يد او تبع ارض مش متقطعه مفيش زرعتين او افضل يا اما ببعض. يبقى في ارض املاك دوله يتم تخصيصها من السيد المحافظ. نعم حبيبي مفيش قطعه تنفع مدرسه. ايوه ولا هيوفر يخاطب السيد المحافظ والمحافظ يخاطب وزاره الاوقاف ويتم شراء قطعه الارض لعمل مدرسه. لو في ارض ملكيه خاصه وحد اتبرع فيها نطلع قرار تخصيص وموافقه وزير الزراعه. كده مفيش حد غير حاجه من الاثنين. طيب احنا هناخد خمس اسئله عشان برضه ما نجهدش الناس وما نملش الناس خلي شكلنا كويس. في سؤال ملح بمناسبة إنشاء الوحدة اللي بتتم دلوقتي في منشأة القناطر. هل في سؤال دلوقتي احنا ممكن نبقى مدركين تبع الخطة اللي مثلا هتضم كذا قرية لمحطة المياه ده أولا. ثانيا احنا بنحب نشير سيادة حضراتكم إن مياه الشرب هي الوحيدة المتسببة كهدف أول في نسبة الفيروسات، فاحنا نيجي نعالج المشكلة من جذورها. بالنسبة لفيروس سي المتسبب في فيروس سي مياه الشرب عندنا في وحدة في دلوقتي محطة مية بيتم إنشائها في منشأة القناطر. في سؤال بقى حضرتك ملح، احنا ممكن يتم إدراكنا كقرية حضراتكم عارفين كل مشاكلها بالنسبة للأستاذ جمعة أضاف كل المشاكل والمية ديت احنا ممكن نبقى مدركين في منشأة القناطر. هل ممكن الموضوع دوت يتوفر لنا؟ ماشي انتوا بالفعل مدرجين في الخطه. انت اول مرحله هتشتغل من مناشي ثاني مرحله من نكله بني سلام، ودي ما فيهاش نقاش. وفي خلال عام انتوا هتكونوا بنشربوا ميه مرشحه زي اللي هي في البراد. موضوع الفشل الكلوي على فكره ده الميه والزراعه، انت ما تنساش مصرف الرمح احنا بنخاف عليه برضه. ما هو ده الميه داخله في كل شؤون الحياه. النصيب الاكبر في نسبه فيروسات سي في الدوله عموما للميه لمياه الشرب. عايزين قافله الخطه واصلا مهتمين بالموضوع ده. يعني يمكن اول حاجه اشتغلناها انتوا ما اشتغلتوش ليه في الارض اللي متخصصه، يعني يمكن واشتغلوا فيها على طول ومتابعين العمليه. وانا بقول لحضرتك قبل سنه ان شاء الله هنشربوا ميه مرشحه ان شاء الله. ان شاء الله. احمد بيه، ثواني يا جماعه احنا قلنا احمد بيه عايزين قافله طبيه لفحص فيروس سي للاهالي. مفيش قافله بتفحص والتبرع بالدم بينزلوا ويطلعوا الخلق كلها عندها فيروس. طب ما احنا كده شكلنا عندنا كوارث مش باينه. اتفضل. ماشي ماشي. احنا يا استاذ عز هننزل لك قافله اللي بيشتكي من حاجه كشف عادي، كشف على العين. تعالى يا استاذ هلال اتفضل. اتكلمت على تدبيش المصرف ده، انا اللي هو مشكور بس انا اللي يهمني اكتر تطهير المصرف. تصريف المصرف يعني تطهير المصرف عندي اهم من تدبيشه.
في نقطة أنا هستأذن حضرتك فيها. أنا اديت هنا مضمار وكان معاه اللي هو ياسر رئيس المدينة ورحت شفت الوضع. أنا من ساعة ما شفت الوضع أقسم بالله اتأثرت. لأني شفت المصرف إيه الوضع اللي فيه وأهرامات الزبالة. يعني أنا وأنا بتكلم مع المحافظ قلت له أهرامات مش أهرامات الزبالة هناك. بالنسبة للمصرف أي حد من السادة اللي قاعدين يوم الحد يروح للمهندس على الآلة مدير مكتب وزير الري. مش هيطلع من عنده إلا لما يعمل له اتصالات بحيث تاني يوم المصرف يطلع. حد يروح احنا بقول لك الزياره اللي فاتت دي انت والاستاذ احمد انت والاستاذ احمد لا على حسابنا يا باشا بص غسلة اللي انت جبتها على حسابي الزباله لا مش انا الزباله اللي انا طلعتها يا باشا ما الزباله اللي انا بتكلم في تطهير المصرف. لا انا بتكلم في حاجه انا عايز اخلص النقطه اللي بتكلم فيها وقول لي الناتج يا باشا اللي بيطلع ده انا اشربه هيتشال. انا بطاقه انا بس هكمل كلامي بس في النقطة دي. هو لما ما يقولش انت حضرتك حتى لو قلت لي كراكه في اهالي تمنعني ان انا اطلع. ما هي دي اللي أنا هتكلم فيها. لازم تجيب لي حد يشيل واقف يا تشيل حمله يعني. ما هو في نقطة بقى، انتوا كأهالي ومجموعة بسم الله ما شاء الله وتقدروا تجمعوا أكتر كده من البلد، لأن المشكلة دي حصلت. ما أنا بقول لك أنا ماشي أنا واللي هو ياسر فبوري له الحاجة، قال لك الأهالي بيتضربوا مع الخراقة ومع العربيات اللي بتيجي. إحنا عاوزين الأول نحل المشكلة دي وإحنا ملزمين نجيب لكم الكراكات والعربيات. لو في قوه بتيجي من المركز ولا بتيجي غصب عنه محدش هيتكلم. بص دي مشكلتك انت. هجيب انا قوه عشان تتعرض للاهالي عندك؟ لا انا مشكلتي يا استاذ انتوا كاهل البلد كل الجمع انا اتخانق معايا البلد انا اتخانق انا معايا البلد. طب امال ايه؟ ايوه يا باشا يوم الكراكه ما تنزل لو كل الناس دي وقفت الكراكه هتشيل وتعمل لك اللي انت عايزه، انما تنزل لك شرطه تيزي اهل بلدك لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. هو مش هيتكلم. ده في نقطة تانية. هو ايه المشكلة ان البلد تستحمل الموضوع ده اسبوع؟ يعني احنا نجيب الكراكات والعربيات اللي بيتضربوا وبيمنعوا يقول لك هم ايه؟ استحملوا اسبوع نطهر لكم المصرف ونظبط لكم الطريق. انا حصلت لحضرتك ان التطهير احنا عايزين يعني ان التطهير ده يبقى صفه لو حتى بعد اذنك يا سياده النائب الاخ رزق والجماعه اللي بيتكلموا دول شغالين في وزاره الري. يعني هم المفروض اصلا يبقوا عارفين ايه المشكله واكتر ناس يجروا على حلها. استاذ احمد جه في الصرف ماشي يا باشا. يعني زي ما احنا يا بهوات بس بعد اذنك انا اقول كلمتين. لا ما تقولش يا باشا انا اللي اقول لك. انا هقول كلمتين بعد اذنك بس اقول كلمتين. خليه يكلم رزق. هو انا شغال في الصرف. هقول كلمتين. هقول له انا ماشي برد عليه. هقول كلمتين بعد اذنكم يا جماعه. اول مره من ساعة ما ربنا خلقنا وبنشوف أعضاء مجلس الشعب بتيجوا بتقول لكم والنبي خدماتكم إيه وحطوا إيديكم في إيدينا. صح؟ صح. إحنا يا جماعة أعضاء مجلس الشعب شغالين عندكم، بيقولوا لكم شغلونا. عايزين زي ما أستاذنا الفاضل قال في مشكلة واثنين وثلاثة. كويس؟ عايزين نعرض المشكلة ونبتدي نحلها. نعرض المشكلة الثانية ونبتدي نحلها. وعايزين الكلام يا جماعة زي ما إحنا كده إحنا جايين بلدنا مضنار. طبعا زي ما الساده النواب قالوا احنا حاسين بالمشاكل وحاسين بمشكله الصرف وحاسين بمشكله المدارس ومركز الشباب. فبعد اذنكم عايزين ناخدها واحده واحده. تقعدوا يا شباب لو سمحتوا. اتفضل. قريه الرهاوي احنا جبنا موافقه من وزير الزراعه لبناء مدرسه ونزلناه معانا. استاذ طلعت الرملاوي عارف الكلام ده بعيد عارفين. كفر حجازي جبنا موافقه لانشاء معادين. لازم تحطوا ايديكم في ايدينا وتساعدونا. انا بقول لكم تحت امركم ومعاكم بالليل وبالنهار في اي وقت، بس الناس تساعد. اللي محتاجنا في مشوارنا والنائب احمد فاروق هنروح معاه. لو عايزين اسوان هنيجي معاكم اسوان، بس تساعد معايا. اتفضل. حضرتك انا الطريق عامل ازاي؟ طريق مكسر ما يرضيش ربنا. طريق ما يرضيش الطريق ده كل القرى اللي هي معلش اقل منا عندهم الطرق كلها. فاحنا عايزين فين الصرف؟ هو فين لسه الصرف؟ فين؟ برضه هنرجع مطرح ما بدأنا. برضه بدأنا نقطة السير. كلنا عاوزين نحكم وننتج ونتكلم
وهنعدل فيه 700,000 مشكله ولا في مشكله. النظام يا جماعه النظام، يا جماعه ما دام واحد قام قال اللي انا كنت عاوز اقوله خلاص. كراسي فاضيه. يبقى مش لازم انا اقول بقى ده راح. كراسي فاضيه يا شباب. استاذ جمعه ما حدش يتكلم في نقطه الاسعاف خالص، الاسعاف بتكون موجوده يوم واحد في البلد وبقيه الاسبوع. حاضر، يبقى يعني اقصى معانا الذوق انك ترفع ايدك واحنا هنقول لك اتفضل تقول لنا المشكله. انا رفعت ايدي يعني من ادب الحديث ان احنا نسمع اللي بيتكلم. اتفضل يا باشا. عربيه الاسعاف المكان عندكم موجود. هنكلم الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف يوفر لك طقم خدمه موجود 24 ساعه. موجود يا بيه، موجود. هو لسه بيقول لي لا عربيه الاسعاف موجوده يوم واحد. يا استاذ علاء، يا استاذ ثواني يا جدعان، ماشي دقيقه واحده. طب هو مش موجود فعلا؟ هو مش لا والعربيه موجوده. في عربيات يا بيه موجوده يبقى مفيش مشكله. في عربيات يعني هو مش عارفين. لا بس انا شفت بعيني. مش لها مكان ثابت بتتحرك. ايوه كلامه يوم واحد بس يا عم، خالص كمان. العربيه بتروح فين؟ بيبقى في العربيات وانت عارف العربيات بتبقى واقفه في قلب المبنى. ان احنا نشوف موضوع عربيتي. بس صح. احنا عايزين يا جماعه عايزين نقول بالراحه. عايزين تشوفوا عربيه الاسعاف، مفيش عربيه من الاهالي تقف في قلب المبنى بتاع عربيه الاسعاف. خلاص يا استاذ عيسى. ده بجد ما يزعلش. يا عم ماشي، ما الراجل اتصل وقال هنسحبها وهنوديها المناشي عشان العربيات بتقف في قلبها. طيب احنا مش عاوزين ادب الاتفاق. اصلا لو في تقصير الواحد يتكلم عليه، لكن ادام الناس اتصلوا عليه مفيش عربيه، العربيات بتبقى واقفه في قلب المبنى، هيقفوا فين؟ طيب يا استاذ انا رحت المدرسه صيانه لاولادي، انا زهقت من اللي انا شفته. انتوا بتتكلموا على بناء مدرسه، المدارس موجوده بس مفيش مدرسين موجوده، في ناس متطوعه. والاستاذ الجمعه عنده علم بذلك، شباب متطوع للتعليم. عندي علم بايه؟ في شباب المتطوع في التعليم. الشباب المتطوعين دول ليه مفيش مدرسين في يا استاذ اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. ديت سياسه دوله. موضوع شباب الخدمه العامه دي سياسه دوله. ولا النائب ده ولا النائب ده ولا رئيس الجمهوريه له فيها حاجه. يا استاذ انا عاوزك بس مش عاوزين نشعر المشكله. ايمن انا هقول لك بس حاجه. ماشي يا باشا. ايوه نسبة العجز السادة النواب. احنا عارفين بالعجز اللي في المدارس. ايوه احنا سعينا عشان نحل العجز ده، وفعلا في حوالي 416 مدرس عجز في الدايره كلها، مش هنا بس في الاداره. المشكله ان مفيش امكانيات، مفيش تعيينات. الدوله واقفه التعيينات، انت عارف الكلام ده، وطالبنا بكده وصلنا الوزير ومقدمين طلبات بالعجز اللي عندنا والله. ولو ما اتحلش السنه ده هنعمل فيه طلبات اخرى. يعني احنا على الجانب الخدمي والجانب التشريعي مش والله ما هنسيب حاجه، عمرنا مش هنغمض على حاجه. الحاجه اللي الحكومه مش بس احنا عارفين ظروف مشاكل الدوله. ايه لو انا بنيت مدرسه دلوقتي ومفيش مدرس هيجي يتعين يدرس للطالب؟ لا الدوله يعني انت ما تقول لهم مجلس الاباء هو المسؤول عن الحته دي. اهدى شويه. اسمع بقى. اهدى شويه. احنا بكلمك على حاجه احنا السنه دي دخلنا للمدير العام الاستاذ احمد علاء بيه مدير عام الاداره، قلنا له العجز والمدارس، واحنا موجهين وعارفين كل مدرسه فيها قد ايه عجز. وردان بيه فيها الفصول 35 و26 و28 ومليانه مدرسين. فالمدير قال لا ما ينفعش الكلام ده، انا هجيب المدرسين اللي هناك دي تسد العجز اللي هنا. جميل انقل كتبنا 26 واحد من وردان هيتنقل. تاني يوم الصبح لقينا 3 عربيات ميكروباص يا علاء بيه يا احمد بيه من وردان، المستشار فلان واللواء فلان والعميد فلان قالوا له اوعى تريك تمضي على طارق. دي مدارسنا احنا بادئينها في بلدنا عشان نريح ولادنا. البلاد اللي هي بتشكي من العجز دي زي ام الدار وكفر حجازه والبلاد دي
يروحوا يبنوا مدارس وانت مكلف توفر لهم مدرسين، انما ما تاخدش من عندنا. انا ماليش دعوه باللي عنده دكاتره. فاحنا لما نبني مدارس الدوله غصب عنها بتوفر اداره للمدرسه، بتوفر مدرسين. ما فرقش اللي موجود يا استاذ انت راح تتفق مع بتاع البيت